مساء الفل. في ناس كتيرة بتخش مجال الجرافيكس ومبتبقاش عارفة تشتغل في ايه بالظبط، او مبتبقاش عارفة ايه الحاجة المعينة اللي ممكن تبذل فيها شغل ومجهود عشان توصل فيها وتبقى سبيشاليست او متخصصة في الحاجة دي. في الفيديو ده انا هقولك على 3 حاجات هم فعلا الحاجات اللي شغالة في الوقت الحالي. لازم تكون متخصص في حاجة واحدة فيهم على الاقل. طبعا ممكن تشتغل ال3 حاجات، ولكن تخصصك لازم يبقى في حاجة واحدة وتديها مجهود ووقت وشغل كتير جدا. في البداية قبل ما اخش لك في ايه هي ال3 حاجات، لازم تبقى قبل ما تدخل خالص انك تبقى عندك بعض المعلومات الكافية على المجال اللي انت داخله ده. المجال بتاعك ده من اول 10 مجالات شغالين دلوقتي، وان شاء الله شغالين فيما بعد، حتى بعد ما ظهر الاي اي والذكاء الاصطناعي والكلام ده. ولكن برضو الاي اي والذكاء الاصطناعي وكل الحاجات الجديدة دي مهما وصلت بيها التطور، ولكن هي محدودة لانها مجرد آلة بتاخد اوامر بناء على البني ادم اللي بيحط لها الاوامر دي. فمهما وصل بيها التطور هي في الاول وفي الاخر محدودة، والبني ادم نفسه او العقل البشري غير محدود. فما تقلقش خالص، المجال بتاعنا ده فيه شغل وان شاء الله مستمر. الحاجة التانية اللي عايز اكلمك فيها انك انت لازم في الاول تبقى فاهم يعني ايه ابقى شغال جرافيك ديزاينر. جرافيك ديزاينر لازم تبقى عارف مرتباته قد ايه، بيشتغل في مجالات عاملة ازاي، بيطلب في ايه بالظبط، حاجات كتيرة جدا. خليني اقول لك الحاجات ببساطة في الاول عشان تبقى فاهم الفكرة بتاعتك ماشية ازاي. الجرافيك ديزاينر هو شخص بيعمل او بيقدم منتج او محتوى عن طريق رسم، عن طريق صور، عن طريق تحريك حاجات معينة. كل الحاجات دي بتشتغل او بتظهر على الكمبيوتر او التليفون او السوشيال ميديا او التكنولوجيا بشكل عام. جميل جدا. يدخل منها شق تاني برضو وهو شق الطباعة. يعني انا مثلا عندي مطبعة، بعمل فلايرز، بعمل بروشور، مجلات، كتب، كل الكلام ده لازم يدخل فيها الجرافيك ديزاين. فاذا ده سبب تاني ياكد لك ان الجرافيك ديزاين هو مجال جديد ومستمر ان شاء الله لفترة كبيرة حتى بعد التطور بتاع الذكاء الاصطناعي. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه ال3 حاجات اللي ممكن نشتغل عليهم. اول حاجة دي هي البراندنج. يعني ايه براندنج؟ براندنج يعني انا شخص بشتغل فوتوشوب، الستريتور، وان ديزاين. بعمل بيهم ايه او ايه اللي او ايه الشغل اللي بيتم عن طريق البراندنج ده. البراندنج ده انا دلوقتي مثلا عندي مطعم او عندي كافيه جديد او ستور جديد او براند جديد. البراند الجديد دوت بيبقى محتاج لوجو، ده اساسي، لان اللوجو ده رقم 1 في اول تصميم انت هتعمله في البراندنج، لانه بيندرج تحت منه كل الحاجات اللي هنتكلم عليها بعد كده. اللوجو ده اول حاجه لازم تشتغل عليها. اللوجو مجاله كبير جدا، محتاج حد كرياتيف جدا يقدر يشتغل عليه. الاسعار بتاعته في السوق محترمه، بعيدا عن الاسعار في السوق المصري، لان احنا عندنا هنا في مصر للاسف بنحب نفاصل في كل حاجه. فلا، البراندنج حاجه مطلوبه، وفي ناس بتقدر جدا المصمم اللي بيشتغل على الحاجه دي. فانت اول حاجه بتتكون من البراندنج ايه؟ اللوجو ديزاين. بعد كده بتيجي تحت اللوجو ديزاين بتعمل ليتر هيد. الليتر هيد دي بتبقى دي عباره عن ورقه بمقاس A4. طبعا ممكن اقول لكم المقاسات ده فيما بعد. المقاس A4 ده بيبقى موجود فيها اللوجو واسم الشركه ومقرها والايميلز والارقام او العنوان. طبعا دي بتبقى حاجه عامله زي الخطاب او HR ليتر. دي حاجه بتقدمها الشركه للموظفين اللي عندها لما بيكون حد مثلا عاوز اجازه، حد عاوز يقدم على كارد، حد عاوز يقدم على قسط لحاجه معينه، فبتتكتب له النسخه او النموذج اللي بيتكتب للشخص ده في الليتر هيد. يبقى دي اول حاجه هنعملها. بعد الليتر هيد هتحتاج تعمل البروشور او الفلايرز. الحاجات الاتنين دول سواء بروشور او الفلايرز، الاتنين دول بيتوزعوا او بيستخدموا في الدعايه. يعني انا لو عندي شركه ومحتاج مثلا بشتغل في شركه بعمل اساس منزلي، الاساس المنزلي ده بيبقى محتاج ان انا يكون عندي مجله. المجله دي جواها المنتجات اللي انا بصنعها او بانتجها او بشتغل عليها. طبعا عشان خاطر لما يجي لي حد عاوز يشتري منتج او حاجه يبقى هو عنده القدر الكافي من المعلومات او من التفاصيل، يبقى عارف هو هيشتغل او هيشتري مننا ايه او ايه متاح عندنا بنصنعه. يبقى دي تاني حاجه هنشتغل عليها اللي هي الفلايرز والبروشور. حاجه ثالثه بعد كده هي الكامباني بروفايل. يعني ايه الكامباني بروفايل؟ الكامباني بروفايل بشكل عام هو عباره عن مجلد سواء PDF او بيطبع، ده او ده مفيش اي مشكله فيه. الفكره كلها بتاعت الكامباني بروفايل او البورتفوليو بتاع الشركه ايه هو؟ ان انا بعمل زي كتاب بوضح فيه للناس اللي جايه تشتغل او العملاء اللي هيشتغلوا معايا ان انا مين، والرؤيه بتاعتي ايه، وانا هدفي اوصل لايه، وايه المنتجات او الخدمات اللي انا بقدمها، وفين مكاني لو انا ليا مكان، وفين الكونتاكتنج بتاعي او العناوين والتفاصيل بتاعت الاتصال دي. يبقى ده كده حاجه رابعه اللي هي الكامباني بروفايل. حاجه خامسه بعد كده هي الختم. الختم ده اسمه ستامب. الستامب ده بيبقى عباره عن تصميم بتعمله في مقاس 10 سم في 10 سم تقريبا، وبتحطه جوه دايره على حسب شكل الختم اللي انت هتعمله، مستطيل، دايره، مربع، يعني على حسب ما بتختار الشكل. وممكن ابقى ابعت لكم او اسيب لكم في الديسكريبشن
الديسكريبشن ريفرنس عن الموضوع ده. يبقى الختم معانا دي حاجه 5. ايه تاني ممكن نعمله في الكامباني او في البيزنس بروفايل او في البراندنج اللي بنشتغل عليه بشكل عام؟ حاجه 6 كمان هنشتغل عليها، لو احنا البراند اللي شغالين عليه دوت مثلا محل ملابس، يبقى اذا محل ملابس هيحتاج حاجات تانية كتير. اولا هيحتاج شنط، الشنط دي بتتعمل بمقاسات معينه، طبعا المفروض ان صاحب البراند او المطبعه اللي هتطبع الكلام ده بتعرفك المقاسات اللي انت تشتغل عليها، يبقى انت محتاج شنط او اكياس. لو محل بيبيع قهوه او شاي او حاجات زي كده هيحتاج كوبايات، الكوبايات في منها 3 مقاسات، في ال4 اونه، في 6 اونه، وفي 8 اونه، دي السايزز بتاعه الكوبايات، وفي يمكن يكون في اكبر من كده كمان، ده بالنسبه للكوبايات. هتحتاج كمان التاج لاين او زي السلسله اللي بتتلبس بتحط فيها الاي دي بتاع الشخص اللي شغال في المؤسسه دي حاجه اضافيه برضو بتتعمل في البراندنج. هنحتاج كمان لو في كاب او تي شيرت هيتعمل للبراند نفسه، لو مثلا محل بيبيع هدوم، ستور مثلا بتاع صالون حلاقه مثلا كبير، بيبقى فيه طبعا حاجه تخص البراندنج دي من تيشيرتات او مجات او كاب او حاجات زي كده، وطبعا الاي دي بتاعه اللي هو بيبين مين الشخص، اسمه ووظيفته والكلام ده. دي حاجات كتيره بتندرج تحت البراندنج. ايه تاني بنحطه في البراندنج كمان بنحط معاه حاجه جامده جدا، الاظرف. يعني انا لو عندي مثلا في الشركه عندي بعمل ظرف بحط فيه الفلوس او مرتبات بتاعه الناس، لو انا حابب اعمل الظرف ده باسمي هعمل كده. لو انا حابب الظرف ده يبقى مثلا عليه اللوجو بتاع الشركه بتاعتي هعمل كده. ايه تاني ممكن يكون في البراندنج كمان ممكن تلاقي فيه حاجات تانية كتير. تعالى للشق بتاع المطاعم لوحده، المطاعم بتحتاج حاجه اسمها البلاسميت، بيقولوا عليها بلاسميت. البلاسميت دي بتبقى ورقه تقريبا A3 بتبقى عليها شويه صور كده للاكل اللي هم بيعملوه، واللوجو بتاعهم والعناوين وارقام التليفونات والكلام ده. دي بتتحط عشان يتحط عليها الاكل. بيتحط كمان معانا الشوك، المعالق، السكاكين البلاستيك، الاطباق، الكوبايات، المجات، كل الكلام دوت بيتحط وبيندرج تحت البراندنج. فانت طبعا بناء على البراند اللي انت تشتغل عليه، لو هو كافي شوب يبقى فيه ايتمز معينه لازم تعملها له، لو هو مثلا شركه بتاعت استيراد وتصدير هتحط له برضو ايتمز معينه تشتغل عليها. لكن في اساسيات ما بتخرجش عنها. طبعا اول حاجه اللوجو، ده رقم 1 في اي براند بيتعمل. هتكرييت اللوجو، وبعد ما تاخد ابروفد على اللوجو ده هتبدا تعمل باقي الايتمز اللي احنا بنتكلم عليها. فطبعا دي حاجه من الحاجات المهمه جدا في البراند. قد يكون في حاجات تانية، وانا لا اكيد لو في اي حاجه تانية من الايتمز دي ما ذكرتهاش هسيبها لكم برضو في الديسكريبشن بشكل واضح عشان لو حبيتوا ترجعوا ليها. يبقى اول حاجه احنا قفلنا عليها او اتكلمنا عليها النهارده هي البراندنج. الحاجه التانية اللي معانا انك تشتغل سوشيال ميديا سبيشاليست. طيب ايه شغلانه السوشيال ميديا دي؟ اولا انا لو واحد مثلا بعمل ديزاينز كتيره او بعمل مثلا كامبينز للسوشيال ميديا لاي براند، لاي مطعم، لاي كافيه، لا غنى عن السوشيال ميديا في التصميمات بالذات لاي مكان او لاي ستور، سواء ليه مكان على ارض الواقع او برايفت او مثلا بيشتغل يعني كده اونلاين، بس اكيد هيحتاج سوشيال ميديا ديزاينز. طيب انا عشان اشتغل سوشيال ميديا ديزاينز المفروض ان انا هبدا اعمل ايه، او ايه الحاجه اللي المفروض تبقى موجوده، وبعد كده ابدا الشغل بتاعي. اولا لازم يبقى فيه طبعا بلان او في جايد لاين للبراند اللي انت بتشتغل عليه. ايه الجايد لاين بتاعك ده؟ الجايد لاين بتاعك المفروض انه يبقى فيه لوجو ديزاين موجود عشان تقدر تشتغل بيه، العناوين، الارقام بتاعه التليفونات، في حاجات كتيرة جدا من الحاجات دي لازم تبقى متواجدة عشان تبدأ اصلا تكريت التصميم بتاعك. طبعا اي تصميم بتلاقيه على السوشيال ميديا سواء اعلان او سواء مثلا بوست نازل كده هتلاقي فيه لوجو، هتلاقي فيه عناوين وارقام تليفونات. دي حاجات اساسيه لازم تكون موجوده. طيب جميل جدا. ايه تاني هنعمله او ايه تاني انا هحتاجه علشان اشتغل سوشيال ميديا ديزاينر؟ اولا لازم تبقى عندك ريفرنس كتيره جدا وفي مجالات مختلفه. يعني لو انت تخصصت سوشيال ميديا سبيشاليست يبقى انت هتحط بقى حاجه معينه. لو انا سبيشاليست في الشغل او في النظام بتاع المطاعم، او انا مثلا في العيادات الطبيه، او مثلا في البراندات بتاعه الكافي شوب والحاجات دي، او مثلا في الشركات الكبيره، او في مجال العقارات، او مثلا في المجال السياحي. في تخصصات معينه لو انت دخلت فيها بس هتلاقيها كبيره جدا ومش تقدر تجيب اخرها. فانت اشتغل في الاول سوشيال ميديا ديزاينر، ما تحددش نفسك او تثبت التخصص عليك للا لما توصل، لان خلاص انا تمام ده هو التخصص اللي انا هشتغل عليه وهو ده التخصص اللي انا لاقي نفسي فيه. فدي حاجة مهمة جدا لازم تركز عليها. ايه تاني هعمله لما يكون جالي شغل مثلا السوشيال ميديا من براند مثلا وليكن مطعم مثلا؟ ايه اللي انا المفروض اقدمه له؟ اولا لازم تبقى على اتصال باللي ماسك الماركتينج، يعني التسويق لازم يبقى دايما مع الراجل اللي بيشتغل السوشيال ميديا.
لسبب ان اللي بيعمل الاعلان هو في الاول وفي الاخر هيحتاج التصميم منك عشان ينزل عليه الاد بتاعه. لازم يبقى فيه كونكتنج بينك وبينه عشان تفهموا بعض. لازم يبقى فيه، انا فاهم مثلا عندي عروض النهارده عن بعض الحاجات، طب العروض دي والله هتفيدني، او مثلا ليها تفاصيل كتيرة انا لازم اكون بدراية عنها. يعني لازم يكون في كونكتنج بيني وبين الراجل بتاع الاعلانات علشان خاطر لما اجي اديله التصميم يبقى هو على دراية كافية وانا على دراية كافية بان التارجتنج او الجول او الهدف من التصميم اللي هينزل على البلاتفورم ده ايه هو. يبقى لازم اول حاجة يبقى على اتصال بالراجل بتاع التسويق. لازم يكون عندي color palette. لازم يعني انا مثلا لو شغال وليكن لاديداس، اديداس بتشتغل ابيض واسود، ما ينفعش ادخل لاديداس لون اخضر مثلا، ما ينفعش اشتغل لاديداس بلون فوشيا. ده كنت خرجت بره الجايد لاين او الكالر باليت نفسها بتاعت البراندنج بتاع اللوجو نفسه او بتاع البراند نفسه. يبقى اذا انا لما هشتغل لشركه معينه او لبلاتفورم معينه لازم يبقى معايا اللوجو، ابقى عارف الوانه ماشيه ازاي عشان بناء على الالوان دي هبدا انسق الالوان بتاعت الشغل بتاعي. دي اول حاجه. لازم اكون على اتصال دايما بالراجل بتاع التسويق لو موجود. لازم يكون عندي رؤية واسعة واقدر اوصل الهدف من خلال التصميم بتاعي. في الاول وفي الاخر انت لو راجل شغال ديزاينر كسوشيال ميديا، انت في هدف لازم يكون ورا التصميم اللي انت بتعمله. انا ما بعملش التصميم عشان خاطر خلاص ينزل كبوست على السوشيال ميديا وخلاص، لا. انا بعمل التصميم بتاعي علشان خاطر افهم العميل او الكلاينت اللي انا بوديله الاعلان ده او البوست ده انا عايز اوصل لك ايه. ما ينفعش اخلي التصميم بتاعي مبهم، لازم اكون فيه رسالة معينة موجودة. تمام. عشان اشتغل او اعمل تصميم كويس جدا هتلاقوا في القناه عندنا على اليوتيوب في تصميمات كتيره جدا في بعض، ويمكن في كل المجالات اللي ممكن تكون محتاجها دلوقتي. ممكن تخش وتبص عليها وهسيب لك برضو بعض اللينكات في الديسكريبشن. هتلاقي معظم التصميمات اللي اتعملت هي عباره عن ان انا بشتغل على باك جراوند شكلها كويس، اللونين او اللون اللي انا بشتغل فيه في الباك جراوند واضح وكويس وصريح ومريح للعين. بشتغل بفونت يكون كويس، لازم اشتغل بفونت يكون كويس جدا، يكون مقري، يكون واضح، يكون جميل. تمام. الابعاد بتاعه التصميم بتاعتي ما بحطش كل حاجه على حاجه، لازم يبقى في مساحه لكل حاجه موجوده في التصميم. كنا عملنا قبل كده موضوع الجايد لاين، لو عايزين نعمله تاني في البوست ده نعمله. هنخش على فيو بعد كده ندوس على نيو جايد لاي اوت، هلاقي ان اللاي اوت جايد دي ظهرت لي. انا بناء على اللاي اوت دي انا بحدد انا عاوز اعمل ايه بالظبط. اللاي اوت او الالوان السطور الحمراء دي كنت اتكلمت عليها قبل كده، وهي ان انا بحدد المساحه اللي انا مش عاوز اشتغل فيها. واذا يبقى انا الشغل بتاعي كله داخل التصميم او داخل الخطوط الحمراء دي. دي حاجة لازم تكون عندك برضو، ان انت تبقى عارف ايه المكان اللي ينفع تحط فيه التصميم بتاعك او التكست بتاعتك، وايه المكان اللي منفعش تحط فيه اي معلومة مهمة. يبقى احنا كده خلصنا حتة السوشيال ميديا ديزاين. نخش على الحاجة التالتة وهي الويب سايت. يعني ايه الويب سايت؟ حد يقول لي الويب سايت ده انت كده بتتكلم بقى في ديفلوبر وهنشتغل كودينج وانت طلعتنا من تصميمات وعيلة ادوبي والكلام ده. لا بالعكس خالص، الويب سايت قبل ما يكون كود هو بيبقى ديزاين. طب هتقولي لي احنا بنستخدم ايه عشان نعمل الويب سايت لي اوت ده؟ احنا بنستخدم حاجة اسمها ادوبي اكس دي. الادوبي اكس دي ده ببساطة جدا هو حاجة عاملة زي الستريتور بس خفيف جدا. الميزه اللي فيه الوحيده ان هو بيسهل لك الموازنه وبيظبط لك اللاي اوت. يعني انا فاتح وليكن ده الويب سايت بتاعي اللي انتوا شايفينه ده، في اي مكان انا اقدر احط مثلا الهيد او الهيدر بتاعي في الصفحه. يعني نخش على اي ويب سايت مثلا بتاع فيسبوك بتاع انستجرام بتاع يوتيوب، بيبقى فيه فوق هيدر وفي تحت فوتر. الهيدر والفوتر دول وطبعا والبادي اللي في النص دول بيتعملوا ديزاين الاول قبل ما بيكونوا كودينج، وبناء على الديزاين الراجل اللي بيشتغل مطور ويب بياخد الديزاين ده ويشتغل بيه ككود. فانت محتاج الاول تنزل ادوبي اكس دي. هننزل شروحات ان شاء الله في القناه عندنا عن ادوبي اكس دي عشان الناس اللي فاهمه او حابه تشتغل في مجال اليو اي واليو اكس على القناه عندنا بحيث تفهم وتاخد معلومات اكتر. ويمكن قبل ما نخش كمان وننزل المعلومات دي ممكن تخش على يوتيوب وتكتب ادوبي اكس دي مثلا يو اي اند يو اكس، هيجيلك فيديوهات كتيره جدا بتشرح ازاي تعمل تصميم للموقع بتاعك. فطبعا اليو اي واليو اكس الراجل اللي شغال في السيكشن ده بالذات انا بسميه الرايق
ليه؟ لان الاكس دي كله على بعضه هو ابيض واسود، يعني الواجهه بتاعت الاكس دي ابيض واسود. اوكي، حاجه سيمبل جدا. دي بتعكس ليك انت ان انت دايما في شغلك خلي شغلك سيمبل ومنظم. الاكس دي بالذات من اجمل المجالات المطلوبه حاليا. اه مثلا البرايسنج بتاعتها مش عاليه قوي، ولكن صدقوني في ناس بتطلب الراجل اللي بيشتغل يو اي ويو اكس جدا وباي تكلفه. اليو اي واليو اكس بيشتغل في كذا حاجه، مش في الويب سايت بس. بيشتغل في الويب سايت وبيشتغل في الابليكيشن، سواء ابليكيشن لاندرويد او الابليكيشن لابل. ده او ده او ده بيحتاج المصمم بتاع اليوزر انترفيس او اليو اي واليو اكس. طيب احنا المفروض نتعلم منين او نبدا منين في موضوع اليو اي ده؟ زي ما انا قلت من شويه، هنبدا نعمل سيرش على يوتيوب. طبعا بعد ما ننزل ادوبي اكس دي على الجهاز ونسطبه، هنخش على يوتيوب وبعد كده نكتب مثلا يو اي اند يو اكس مثلا توتوريال. هنخش بقى هنلاقي فيديوهات كتيرة جدا بتشرح الموضوع ده. كل الحاجة اللي انا بطلبها منك تعملها لما تيجي تخش اي دورة او اي مجال في الدنيا، انك تبقى منظم وسيمبل في نفس الوقت. صدقني الحاجة مش بكترها، يعني انا ما اعملش في الويب سايت بتاعي 70,000 لون، ما اعملش مثلا هيدر بايظ اللي هو بيبقى زي النافيجيشن اللي هو مثلا الهوم الكونتاكتنج السيرفيسز الانفو الكلام ده كله. ما احطش حته فوق وحته تحت وحته يمين وحته شمال، لانه طبعا مش هيتحقق وهيبقى في لخبطه. لازم تبقى منظم. النظام دلوقتي او بعد سنه او بعد مليون سنه هيوصلك لنتيجه كويسه جدا. فاحنا كده بشكل عام فهمتك قصه ايه الثلاث حاجات اللي ممكن تشتغل فيهم انت كديزاينر. بسرعه كده وهنراجع مع بعض الكلام ده كله. البراندنج اللي هو بيعمل اللوجو ديزاين وبيعمل ال اي حاجه ورقيات بتطبع للشركه او للبراند اللي بتشتغله، يبقى ده اول حاجه. تحت منه بيشتغل السوشيال ميديا ديزاينر. ده الراجل ده بيحتاج انه يكون معاه الكالر باليت او البراندنج بتاع اللوجو او بتاع البراند اللي شغال عليه، ومن خلال الباليت او الجايد لاين ده بيبدا يشتغل انه يعمل تصميمات بتاعت السوشيال ميديا. الحاجه الثالثه الراجل اللي بيشتغل يو اي ويو اكس او اللي بيشتغل على تصميمات الويب سايت والابليكيشنز. احنا بنعمل التصميم بتاع اليو اي بتاعنا، سواء الابليكيشن بيقدم خدمه طلبات توصيل مثلا، بتشتري منه حاجه، بتتفرج على حاجه زي شاهد وزي الحاجات الجديده اللي بنشوفها الايام دي. كل الكلام اللي انت شايفه دلوقتي ده في البدايه كان مجرد تصميم، وبعد كده اتطبق على ارض الواقع. مفيش مطور ويب بيشتغل من دماغه، لان دي شغلانه اضافيه. يبقى اذا هو هيشتغل بناء على اليو اي واليو اكس اللي جاله او التصميم بتاع الموقع او الابليكيشن اللي جاله من الديزاينر. اتمنى يكون الفيديو المره دي عجبك. ان شاء الله انا شايف ان ممكن اعمل لكم فيديوهات من النوعيه دي كتير ونتكلم في كل حاجه ببساطه، بس انا حبيت الم لك الثلاث حاجات المهمه دول كلهم النهارده في الفيديو ده علشان تبقى فاهم انت ايه في الثلاث حاجات دول. ان شاء الله في فيديوهات كتيره جايه الفتره اللي جايه. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو الفيديو عجبك وافادك ما تنساناش بكومنت جميل ولايك وسبسكرايب للقناه لو انت مش في المتابعين عندنا. رمضان كريم.